تيجي نعمل محشي كرنب بكل التكات والحركات. انا عارفه ان الطماطم غاليه الايام دي، فتعالى اقول لكم التركه اللي انا بعملها عشان خاطر يطلع المحشي طعمه حلو جدا، برضو من غير ما استخدم طماطم كتير ويطلع جميل وشكله حلو. شايفين المنظر ده؟ تعالوا بقى نعيد من الاول انا عملته ازاي. اول حاجه ده كرنب متخزن عندي اصلا. انا بجيبه بسلقه وبحطه في الفريزر لوقت الاستخدام. تعالى اقول لكم خلطه المحشي عباره عن ايه. 3 معالق زيت بسيبهم يسخنوا، وبجيب نص كيلو من الطماطم بعصرهم كويس جدا واسيبهم يتسبكوا. بعد كده بجيب 4 بصلات صغيرين، في ناس ما بتحبش المحشي من غير بصل وثوم، بس جربوه بطريقتي ومش هتندموا. وبجيب ربطه من كل نوع، شبت وبقدونس وكزبره، بغسلهم كويس جدا، وبعد كده بحطهم مع البصل في الكبه يتفرموا كويس قوي. يتفرموا زي ما بيقولوا كده فرما مبرحا، يكونوا صغيرين جدا عشان ما يبانوش في خلطه المحشي وتكوني متضايقه وانتي بتاكلي. في نفس الوقت ده نقعت حوالي قولوا كده 350 جرام، لان انا مش هعمل محشي كتير، من الرز المغسول وصفيته كويس جدا 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 من الميه. اهم خطوه في المحشي ان ما يبقاش فيه ميه نهائي، عشان كده لازم الصلصه تبقى متسبكه كويس زي ما انت شايفاها. البصل والخضره ما يبقاش فيهم ميه، الرز ما يبقاش فيه ميه. هنحط عليهم حوالي معلقتين من الملح، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره، معلقه كبيره من البابريكا، نص معلقه من الشطه، 7 بهارات، وعايزه تضيفي اي نوع من التوابل بتحبيه حطيه. هنحط معلقه كبيره من الثوم. الناس اللي ما بتفضلوش جربوه، طعم الثوم والبصل في المحشي ما بيبانش بجد، بالعكس بيديله لذاذه. هنقلب الكميه دي كلها على بعضها. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا جدا جدا. انا من الناس اللي بتاكل خلطه المحشي وهي نيه، يعني انا ممكن اخد لي معلقتين 3 كده. زي ما قلت لكم ده الكرنب انا ببقى مقطعاه مربعات، ونزلت لكم طريقته ازاي تقطعوه، اسهل طريقه وفي نفس الوقت يتسلق ويتخزن وما يطلعش يتهري معاكم. نبدا نلف واحده واحده. حاولي وانت بتلفيه ان ما يكونش فيه اي رز من بره. انا عارفه ان الموضوع ده بيبقى صعب شويه لان في ايدينا طبيعي بيبقى فيه بواقي رز من خلطه المحشي، بس نحاول على قد ما نقدر. وانا نفسي حاولت على قد ما اقدر. دي اول طبقه انا عملتها، ودي تاني طبقه وتالت طبقه. زي ما قلت لكم انا بعمل حله صغيره، اصغر حلل عندي عشان ده للغدا. كده خلصت الكميه كلها. تعالى اقول لكم بقى السر اللي عندي اللي بيخليه احمر. دي حوالي معلقه صلصه. طبعا تقدري تعملي الحكايه دي في كوبايه، بس انا دي اخر معلقه في الصلصه فانا مش هوسخ كوبايه تاني. حطيت عليهم نص كوبايه من الشوربه، وبعد كده ببدا ادلق الصلصه دي على المحشي قبل ما احط الشوربه خالص. بعد كده بحط مقدار الشوربه حوالي كبشتين، وبولع النار لغايه ما يشرب الميه شويه. حته الصلصه دي بتخليه احمر برغم ان هو ما فيهوش صلصه كتير. وبعد حوالي ساعه الا